ودخلنا داخل بحر ابو قير، مسافة كبيرة جدا يا جماعة، والمنظر هنا تحفة. خليكم معايا هصور لحضراتكم فيديو يعجبكم ان شاء الله في ابو قير الجديدة، واقول لحضراتكم عن تفاصيل المشروع. تعالوا بقى يا جماعة ندخل جوه الجزيرة الجميلة دي، بتقول حوالي 500 متر داخل البحر، والمنظر جوه تحفة جدا، ونعرف تفاصيل المشروع. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وليت اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. جزيرة صناعية ومدينة ذكية وسط البحر الأبيض المتوسط، تسعى مصر لبناء أول مدن الجيل الخامس، وهي مدينة أبو قير الجديدة، التي تعد أول مدينة مصرية يتم بنائها بالكامل على جزيرة صناعية في البحر المتوسط. وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن بناء المدينة الجديدة يأتي لهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، وهو ميناء أبو قير. وبدأت شركة إنشاء مصرية خاصة عمال تصميم المدينة الجديدة منذ فبراير 2021، وبدأت التخطيط الفعلي لها على أرض الواقع في عام 2022، والمتوقع الانتهاء منها بنهاية 2024، وتصل مساحة المدينة الكلية 1400 فدان، وتضم العديد من الخدمات والمرافق، مولات تجارية، مطاعم راقية، مستشفيات وأندية رياضية، مناطق سياحية، مؤسسات تعليمية، فنادق فاخرة، وأبراج سكنية. تعالوا بقى ندخل جوه اكتر كده، ونشوف الجزء اللي تم ردمه في البحر. وطبعا المنظر هنا جميل جدا يا جماعة، انا جيت هنا بصراحة يعني قعدت بتاع حوالي ساعتين. بصوا المكان عامل ازاي، دخلنا مسافة كبيرة جوه يا جماعة. وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، تم ردم جزء كبير من البحر. انا قلت اجي اصور لحضراتكم اخر تطورات برضو من ارض الواقع، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. اسيب بقى حضراتكم تتفرجوا على الفيديو للاخر، وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد. سلام، واشوف حضراتكم على خير.